انا تاع 6 تاع الصباح درت لاشين على الحليب. انا الجيري هادي في الفوتبول ما يزيدوا لي ما ينقصوني. كي يدوا لا كوب تاع لا بلانيت مارس ما يهمنيش، ما غاديش راح نتبدل. انا سيبورتيت خطره في حياتي ليكيب ناسيونال في 82 العشيه مرضت، الدراهم تاع يما مسكينه اللي خباتهم باش نجوزوا بهم رمضان صرفتهم عليا. ومن بعد قالت لي يا وليدي، قالت لي واش ربحت؟ قلت لها والله غير عندك الحق، ربحت غير نقصت لك دراهم تاع رمضان. الوغ موا هادشي راه قمة المعاناة، والله قمة المعاناة انك تكون عندك مشكلة في الحليب، يعني تتصف على الحليب، فهمتي؟ حنا الحليب اغلبية ديال المغاربة ما كيشربوش، اغلبية تيقول لك فيه لاكتوز كيضر في الكرش. ورغم ان حنا الحمد لله شوف ما كنتبجقوش وكما تيقولوا ما كنعياقيوش على شي حد هكا، الحمد لله ما عندناش ديك الثقافه ديال اننا كنبانوا. ولكن دابا هذا الفيديو هذا شنو تيبين لك الواقع المر اللي كيعيشوا، يعني داك الوقت اللي تيضيعوه هو باش يبقى يكومونتي وكذا. ما مشيش تصف على الحليب، شد الصف على الحليب عادي، مالك شنو فيها؟ عادي عندك ازمه ديال الحليب، قول عندي ازمه ديال الحليب، ما تبقاش تقول حنا عايشين بخير وكذا، انت ما عايشش بخير وتقول ما عايشش بخير، اقسم بالله تاكل العصا. انا نقول لك هذيك البلاد راه لا اله الا الله، راه بزاف باز لهم. انا بالنسبه ليا كمغربي الحمد لله كنشوف النعمه ديال الله بصرفه. يعني دابا باش تدق على شي دار قول لي عطيني حليب ويعطيك الحليب حتى لو ما لقيتيش ولا شي حاجه. وما راه صافي راه كيشدوا واحد الطوابير على الحليب، كيشدوا الطوابير على البوطه، رغم ان عندهم الغاز، قال لك الغاز والبترول. ما شنو حتى شي لعبه، حنا كنشوفوا غير المعاناه ديال الشعب مسكين. شو دابا هاد السيد دابا قال لك ما بقاش يهمو والو، فهمتي؟ كيهمو غير مصلحته هو، صافي ما بقاش كيهمو المصلحه ديال الشعب. لا اله الا الله. ما انتيريس با ليكيب ناسيونال، يربحوا ليكيب ناسيونال ولا يخسروا، حنا دائما في طبقه كيف فهمت. انا ولادي البارح سيبورتاو دخلوا على 4 تاع الصباح، انا تاع 6 تاع الصباح درت لاشين على الحليب. انا الجيري هادي في الفوتبول ما يزيدوا لي ما ينقصوني. كي يدوا لا كوب تاع لا بلانيت مارس ما يهمنيش، ما غاديش راح نتبدل. انا سيبورتيت خطره في حياتي ليكيب ناسيونال في 82 العشيه مرضت، الدراهم تاع يما مسكينه اللي خباتهم باش نجوزوا بهم رمضان صرفتهم عليا. ومن بعد قالت لي يا وليدي، قالت لي واش ربحت؟ قلت لها والله غير عندك الحق، ربحت غير نقصت لك دراهم تاع رمضان. الوغ موا سا مانتيريس با ليكيب ناسيونال، يربحوا ليكيب ناسيونال ولا يخسروا، حنا دائما في طبقه كيف فهمت. انا ولادي البارح سيبورتاو دخلوا على 4 تاع الصباح. ابراهيم دياز هذا الفيديو شفتو، هذا الفيديو كنت شفتو دابا سمعوا اقسم بالله تيهرب لكم هذا. ضيع ركلة الجزاء عمدا. لماذا؟ بأمر من فوزي القجع. يعني فوزي القجع هو اللي أمر؟ فوزي القجع تلقى اتصال وأمر. علاش اللاعبين دابا واحد القضيه، دابا هذا ديما تيكذب على صحابو وتيقوا، نهار اللي قال الحقيقه ما تيقوش، نهار اللي قال الحقيقه ما تيقوش. تاع السنغال عادوا الى ارضيه الميدان بالعقل. عاود تفهمنا بالعقل حتى باش الجمهور. سي وليد ركله الجزاء قال لي بالعقل، فهمتي؟ هانتوما عقلهم راه بحال قلتي 50 غرام ديال الزبده راه طلع لي الحراره يدوبلي صافي يهبط لي من هنا. في دقيقه 94 منتخب بلادك سمير تعطيها ضيعها بالعنين. يا سمير انت كيف يا سمير زعما اسكت ولا اسمعني شنو غادي يقول. اسمع كيفاش الناس كيفاش صدقتوا ولا كيفاش صدق الجمهور في الجزائر ولا في العالم ككل. ابراهيم دياز ضيع ركله الجزاء عمدا. واحد القضيه، ربحتي غيقول لك الكولاسه، خسرتي غيقول لك الكولاسه، فهمتي؟ عرفتي اش داروا لك حاصروك، فهمتي؟ ما عندك كي دير. دونك كان علينا نديروا الكولاسه، حنا ما درناش ولكن كان علينا نديروا الكولاسه. ما تنفهموش فيها ولكن ما عرفتش، ما نقدروا نتعلموا لها من بعد لاسباب سياسيه. يا وليد كيف هذا اخويا؟ راني نقول لك اخي، انا عندي معلومات جاتني من جهات موثوقه في المغرب اخي العزيز.
بغا يشري علينا مع بعضياتنا، زعما ديك اللعبه راه عنده جواسيس ديالو، عنده الناس ديالو زعما فهمتي. ولكن واش كاع شي حاجه لوجيك ولا ما عرفت. انا جاني بحال ما عرفت كيدخل السوشيال ميديا فهمتي، تدخل لها بحال هكا تيبقى يسمع دوك اللي قالوا كذا. انا شوف انا شوف ديك نظريه المؤامره معروفه. دابا بنادم كاين مثلا شي دوله كتبقى تضغط على الشعوب ديالها، كتبقى تقول لهم نتوما راكم مستهدفين، نتوما راه عندكم الاعداء. هما فين نتوما ما عندهم الاعداء لا والو، وهما راه غير الوسواس فهمتي، موسوسين فيهم داك الوسواس القهري، هما كاملين فهمتي يدخلوا لبعضياتهم. يعني فهمتي ديك المنظومه ديالهم هذا الشيء باش تتلاهيهم فهمتي، كتخليهم هما ديما مشغولين مع الخارج. واخا درنا الكولاسه، شرينا الحكام، دينا الكوبا، درنا ياك ماشي ضدكم، ياك الماتشات ديالنا. فين عندكم المشكل؟ بغيت نفهم فين كاين المشكل. فين راه المشكل باين فين كاين المشكل؟ هو انهم ما باغيينكش تنجح. المشكل انهم عندهم مشكل كبير في البلاد، يعني كيحاولوا يصدروا الازمه على برا. وحق الله الا شوف تتعيا وترمش كي تيقولوا. جهات سياسيه كيفاش دراهم كبار ولي تخسرهم في مليارات يا سمير يضيع ضربة جزاء في 94 يا وليد. يا سمير ركلة الجزاء ضيعت عمدا وقصدا من إبراهيم دياز أو غيره بأوامر من فوزي القجع لأسباب سياسية. جاته أوامر وهو اللي قدمها المنتخب المغربي لمسدد ركلة الجزاء باش يضيعها لأسباب سياسية. أنا أتوقف هنا، أنا ما نقدرش نقول لك واش كاين. حب يخسر لا فينال، ما حبش يخسر لا فينال. وكيفاش وليد؟ ما حدث فضيحة يا أخي سينقلب عليه. هذه باينة. شوف المغرب السحر على السحر. خلينا المغرب في موقف ضعف في قارة إفريقيا، يحتاج إلى أصوات، يحتاج إلى مساندة. اش من الاصوات غيخصونا؟ شي قرار ديال مجلس الامن اللي تصوتوا عليه كاع الدول اللي عندهم الحق الفيتو، اللي الدول كاملين 11 صوت، راه مابقاش كيهمك شي دوله اخرى غادي تطلع ولا غادي دير ولا هذه ولا هذه. شي قسما بالله المغرب الا راه شوف رحيم بشي وحدين اللي يقدر انه يدير معاهم شي فعيل ديال اليهود، شي فعيل ديال اليهود يديروا مع المغرب. ولكن المغرب شوف كيحاول يمشي بطرق دبلوماسيه سياسيه. هذاك الشيء شوف هما كيبغيو يحاولوا انهم يختبروا الصبر ديالك، وعارفين بلاتي راه عارفين كي انت لما تعطيهم طريحه، ولكن تيجبدوك ونهار غادي تشدهم غتفرشخهم ولا تعطيهم شي قتله ديال العصا غادي ينوضوا يقولك حقرونا عاوتاني. شوف المغرب عقدته الجزائر باش يربحوها. اسمع المغرب يربح اصوات يا سيدي. المغرب يفضل الجانب السياسي ايوه على الجانب الرياضي. ابراهيم دياز لا نصحح الجانب الدبلوماسي، حنا الجانب الدبلوماسي ماشي السياسي. اما السياسه حنا راه هما مواليها، ولكن الجانب الدبلوماسيه اللي ما عندكمش. الدبلوماسيه اللي بدلتو في العهد ديال السي ناصر بوريطه، عرفتي شحال بدلوا من دبلوماسي وزير الخارجيه ديالهم، ولدرجه انهم جابوا بيطاري باش انه يمشي يطرف عليهم في كذا. ما لقاوش شافوه قالوا اجي هذا البيطاري هذا كيعرف يهضر وكيعرف يسرد الاحداث، اش نجيبوه الامم باش يعاود لي بشي حاجه. انا عندي حجاج عندي كذا، هذوك الحجاج سرغسل بهم صافي. راه مجلس الامن راه كاع اللي قالوا صافي سالينا. دابا راه كيستناكم ترامب، راه كيتسناكم في شهر 4. غتجلس في الطبله مرحبا، ما تجلسش في الطبله غادي ينزل عليك بالعقوبات. هادشي كيشير في العقوبات. فرنسا وما حنش فيها. سويس سميتو الجزيره ديال الجرينلاند راه كيتسنى في اي لحظه غيدير لها فريو. ايران راه هي دابا جالسه راه ما كتنعش ايران اللي نتوما الحلفاء ديالها راه ما كتنعش. راه اليوم غدا في اي لحظه غتشعل تما. راه غير ديك ديال اليهود راه كيتسنى كيقاد شي تخربيقات ديالو ولا شي حاجه بحال هكا، نهار غيقول ليه اوكي راه هو اللي حابسو حتى كيقاد مسائلو ويحاول يدخل داكشي تحت الارض ويحاول يحسن راسو. ديك الساعه غادي نوض. السلام عليكم. عندنا الفيديوهات ديالنا التاريخيه من اعماق التاريخ
هذا الفيديو تنعاود نرجع ليه وغندير حيت طويل. هذا فايت لي شفتو لواحد السيد تا هو مغربي حر، تا خاصكم تدخلوا تتبعوه. كاين شي درهم ولا ميسي توكلي ما كاينش نو نتوما او فهمنا غتمشي بحالك بدون مشاكل نتوما او نتوما حيوان مرة نتوما ماروك مزيان كاين اللي ضر قال لك حطيت واحد الفيديو قال لك بنادم قال لك انت عنصري. واخا عنصري شنو بغيتيني ندير؟ ملي كتشوف نتايا في بلادك وليتي كتهدد في بلادك، ولاد بلادك في بلدان الاخرين شادينهم محاصرينهم وهازين عليهم الصواطر وهازين عليهم الجناوه وهازين عليهم داكشي ديالهم. شنو بغيتيني ندير؟ شنو الا كنت الاخ لحاس، الا كنتي لحاس الشيء الا كان فيك اللحيس راه ماشي كلشي فيه اللحيس، راه كنا كضرب لنا النفس على خوتنا. الشيء المخزن تقاس شي واحد فيهم راه غيبقى فيا الحال. المخزن بوليسي يتقاس غيبقى فيا الحال، عسكري في الحدود يتقاس غيبقى فيا الحال، واحد من القوات المساعده غيتقاس غيبقى فيا الحال، واحد من الوقايه المدنيه غيمشي يعتق مثلا شي واحد وغطرى عليه شي حاجه غيبقى فيا الحال، جدارمي غيبقى فيا الحال. الله يرحم هذوك اللي ماتوا في من الدرك الملكي اللي اليوم سمعنا بان شي جوج وقيلا ماتوا في حادثه سير. الله يجعل مثواهم الجنه ان شاء الله، والله يرحمهم والله يصبر اهل ديالهم. وهذا الشيء كيبقى فيك ان ملي شي واحد من المغرب يعني فرد من الافراد الاجهزه الامنيه ولا فرد من المواطنين ولا شي كطرى ليه شي حاجه كاملين كيبقى فينا الحال، ما من غير اللي في قلبه ما فيهش الرحمه راه غادي يقول شي حاجه ما هياش. المهم حنا كاملين الحمد لله خوت اسيره وحده كنحسوا براسنا، فهمتي يعني داكشي اللي كناكلوه في الدار راه كياكلو حتى واحد اخر وتياكلو واحد اخر، يعني كتحس براسك عندك نفس الاب، تلقى باك حتى هو نفس الطريقه باش كيهضر معاك، الام ديالك حتى هي عندنا نفس الام نفس الام الله يخليهم لينا والله يحفظهم لينا. الامهات ديالنا الكلمه الشهيره ديالهم انا جلابيتهم تعرفوني فين مشيت، كاع الامهات كيقولوا. المهم كتحس براسك فهمتي، كتحس باننا كاملين عندنا نفس داكشي اللي عشناه في الطفوله، عشناه في كذا. الحمد لله حنا مغاربه، راه امه، حنايا راه امه المغربي. انا ديما تنقول حنايا امه المغربي. وواحد القضيه، حنايا راه ماشي ضد الافارقه، حنا ماشي ضدهم، حنا بغينا واحد الحاجه، بغينا الكرامه ديال المواطن تحفظ كما دايرين في اوروبا. الا مشيتي قصتي مثلا نتايا مهاجر وقصتي مواطن مثلا، نديرو مثلا حنايا غير فرنسي ولا كذا، راه غيشدوك غيغبروك يردوك ريفولي، واش فهمتي؟ حنا بغينا بحال هكا، بغينا التقنين، يعني نقننوا ديك الهجره، نحددوا من هذوك اللي ما جايين بالاوراق. الحمد لله راه كنشوفهم انا بالصافيطات كيدوزوا، اللي ما عندوش الاوراق كيهزوا كيديو تيردوا. هادشي اللي بغينا بحال هكا. انا ماشي ضدهم، انا ما تنقولش لك انا عنصري في هذيك القضيه، انا كنقول لك الا مشى مثلا العزي، الا طلقتي ليه مثلا الحريه التامه، اقسم بالله غادي يسلخك في بلادك، احنا بغينا هادشي كامل يتقنن، يعني نكونوا حنايا عندنا واحد القانون كيحمي المواطن. يعني تعطيني انايا الافونتاج الاول، يعني انا اول واحد نستافد من الحقوق. عاد كيجي في المرتبه الثانيه كيجي الاجنبي اللي هو مثلا المهاجر كما بغيت. انا ما كنهضرش غير الافارقه خاصهم تعامل خاص، خاصهم شويه ديال القرماطه باش يلاه كيتروداو تيتقادوا، حيت هادوك عندهم السيبه وعندهم كلشي. ونزيدك الافارقه شي اللي فاق الصباح بكري كيدير نقيلاب، اللي فاق الصباح بكري غيدير نقيلاب باش تفهمها. هاد النقطه هذه خوضها افريقي الا فاق الصباح بكري وبات ليه الدنيا خاوي غيدير نقيلاب. هادشي اللي كاين. شوف هز الكرسي وكينزل بكل ما اوتيت له من قوه، يعني كيهز وتيضرب، يعني ديك السم والغل والحقد اللي فيه كيحاول انه يخرج.
تجي في الاخر تقول لي انت عنصري، انت هادي انت هادي. تشوف صاحبي، تشوف صاحبي، واش ما كتشوفش؟ واش بغيت تخرج لي عقل؟ وتشوف صاحبي كيفاش كيضربك في وسط بلادك اصاحبي، وتقول لي انايا كذا. داروا معاهم الاجراءات، شدوهم معاهم واحد الجزائري تا هو جالس كينغز فيهم. ولكن شنو اللي خلاهم انهم يديروا بحال هكا؟ الدساره، حيت راهم ولفوا بحال هكا، ولفوا بانهم هما يمشيو لشي بلاصه ويديروا فيها الروينه ويديروا فيها البلباله. حنا ضد هادشي، حنا ما بغيناش هادشي. هادشي ما بغيتوش نشوفوا انا نهائيا، لا انا لا ولادي لا ولاد ولادي. باش نقول لك ظالمينهم، ما هجموش عليهم، بقاو شادين الحط هكا وكيديروا بحال انا باش يرجعوهم. العصا هذه راه معروفه حتى في التيرانات في كلشي، كيحاولوا يضربوهم باش يرجعوا. ما شدو ما خشى عادي اللي ما ربوش هو اللي غيربي ثاني. لا شوف اصلا غير كيضربك باش كاو هذاك شكل حنا عندك ولا صديق فردي. بامكانو يسلخو، بامكانو يدير شحال من حاجه. علاش هنايا صافي ساليتي ليه الصبر، يعني هو شاف بان صاحبه كيتضرب بالكرسي، راه عادي انه غادي اتاكي، عادي جدا. كنت نتمنى اقصى العقوبات، راه قالك شدوا شي 17 ومعهم واحد الجزائري ما عرفتش مخشي معاهم الله اعلم. الفيلسوف قالك انا نفهم الديب لما منين يكون ياكل في الخروف تسيل اللعاب نتاعو. دابا بلاتي دابا انت راه اي شاد جامع لك عباد الله، يعني فهمتي. تيقول دابا هذا شنو تيقول لك اجتماع هام، فهمتي، يعني خاص كلشي كاع الاطر كامله تحضر، وغيجلس في البيرو وغادي يبقى يعاود لك، يبقى يقول لك بحال هاد الهضره هادي، غيبقى يقول لك سميتو بحال هاد الحجايات كان تيقول لهم لا جدي قبل من الناس، وكان تيعاودهم لينا باش قبل من الناس. بالدار جاي يريك، هو ياكل في الخروف يتلدد، اما الخروف ياكل فيه الديب هو اللعاب نتاعو تسيل، هو يريق ويتلدد لان الديب ياكل فيه. هذه وضعيه خطيره. ترى ما قال والو، راه بغا يقول هذا، راه ما قال والو، راه بغا يقول شنو بغا يقول الله اعلم، ما فهمتش انا. سير اخويا في حالك، الله يخليه لهم الله يخليه لهم. مجرد ما يفتحوا لنا الحدود ويسمحوا الحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل، باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات. انت علاش تدخلهاش؟ انت ديك المستشفى يسير بيني في بلادك اصاحبي. الجزائر كانت إدارة فرنسية فقط. لو كانت الجزائر دولة ذات سيادة لا حصلت على وثيقة استقلالها. الجزائر راح تبقى تحت الوصاية الفرنسية إلى أن تستلم وثيقة استقلالها، حينها ستصبح دولة حقيقية وذات سيادة. الجزائر كانت إدارة فرنسية فقط. الله ماشي. نقدروا نحموا نفسينا، معنا جم ونقدروا نحموا نفسينا. محمد لا بالبص عملوا لنا نذبحكم وينزلوا ويعملوا لنا كده. مصر والجزائر، والله الجزائر دولة أقل من إن إحنا كمصريين نتكلم عنها، يعني هي دولة مين الجزائر؟ إحنا كمصري. وراه فعلا شنو هما الانجازات اللي عند الجزائر دوليا؟ شي حاجه داروها، من غير انهم تيقولوا احنا قوه ضاربه، هما اللي تيقولوها على راسهم. ما فهمتش، ما عندهم حتى شي حاجه، ما والو حتى شي حاجه. الله عندهم سميتو، عندهم الجيش التيك توكي كيبدا يهاجمك، كيبداو يسبوك بنفس الكومونتيرات. واحد القضيه، كتدخلوا عندي الفيسبوك وكتبقاو تكتبوا لي
في الخاص. هذاك الشيء اللي كتبقاو ديروه في الكومونتيرات كتعاودوا تكتبوا لي شنو زعما، وتعلمتوا الاي اي، وليتوا كتجيبوا لي فيديوهات من الاي اي. شوف مالككم، شوف بنتكم، شوف هادي. بزاف على امكم، بزاف على امكم المراه المغربيه، وبزاف على امكم بناتنا، اقسم بالله لا بزاف عليكم. المصريين شرف ليهم ان احنا نقول كلمه الجزائر بس. فهم ده شعب غريب، يعني شعب انا شخصيا مش فاهم هل هو عربي ولا هل هو اوروبي، يعني عامل زي البني ادم اللي لا منه راجل ولا منه ست. ناري اش قال لهم، ناري محمد رمضان فاش كان باقي في شعبان. والله فاقول لهم انتوا حظكم حلو ان الناس اللي راحوا ناس فنانين وناس كويسين، بس قسما بالله احنا لو بعتنا منطقه بولاق الدكرور بس، قسما بالله يخطفوا الرئيس بتاعكم في شوال. الخبراء واش دايرين بالناس الله يعمرها دار، راه دايرين بالناس الله يعمرها دارهم. هاد الجزائر راه دايرين بينا حنايا الله يعمرها دار. هذيك سميتها موريتانيا حتى مره كيهبلوا، مره ما كيعرفوش راسهم فين كيمشيو. المهم ما عارفينش راسهم كيفاش كيصحاب ليهم، راه العالم خايف منه، راه غير تلاقيتهم مع ناس الله يعمرها دار. خايبه يا جدك الليل كامل وانت كتلبح على سيادك المغاربه، وفي الصباح لقاك داير طابور على بوطاغاز في الدوله ديال الغاز. دولة الغاز ما عندهاش الغاز، دابا هادو اللي كانوا البارح فرحانين. ايوا خايبه يا جدك الليل. واو شوف البوطات والناس كذا كيعانيو. فخباك دابا الفيديوهات هادو على الله عسى انهم يديروا لهادو شي حل. هاد الفيديوهات اللي كنبقاو نديرو حنا المغاربه باش نبقاو نضحكوا على هادو، والله غادي كنديروا الخير غير في هادوك الناس، غادي باش الله يديروا لنفس هادوك المسؤولين، يديروا لنفس يوفروا لهم الغاز. على الله الا كانوا هاد الفيديوهات هادو غنبقاو نديروهم وفي الاخر غادي يشوفوا من حال هاد الناس. بالعكس انا مستعد نبقى ندير كل فيديو في النهار، فيديو في النهار. القضية صعابت في اسمع مصر الإخوان لدرجة أن الرئيس السيسي كيقول لهم ديروا طبق واحد فقط في رمضان، ما تعمروش الطبلة. هنا بين كيبان لك الجنيه المصري بدا كياكل العصا، الأسعار ما بغاوش يهبطوا، والدولة ما قدراتش تواكب الوضع الاقتصادي العالمي، وهنايا فين تزاد غرقات القضية. تصنتوا احنا داخلين على شهر رمضان، ان احنا يعني لو سمحتم حطوا طبق واحد، والطبق ده يبقى فيه يا فراخ يا عرفتي فاش مثلا مسؤول كبير في البلاد، يعني رئيس وزير شي حاجه بحال هكا، كيبقى يهضر لك بحال هكا، تيبقى يهضر لك على الماكله، يعني تيهضر لك على هذا الشيء هذا، كتعرف بان القضيه راه واصله للطوب. انا شوف ما كنتشفاش في الناس صراحه، ما كنتشفاش خصوصا في هذه النقطه، حيت يقدر داكشي اللي فيهم يقدر يقيسني حتى انا، ولكن باش نقول لك بان شوف العالم فين واصل، والجزائر مازال مقابلين المغرب. راه هاد الانظمه هاد الانظمه ديال العسكريه راه هذا هو مصيرهم. راه فين ما دخلوا شي ريال مثلا دخلوا، راه الناتج الداخلي الخام ديال الجزائر راه كيفوق المغرب بالدوبل. هما اش كيديروا؟ هما فين ما كتبان شي قنبوله جديده كيمشيو يشريوها، شي قرطاسه شي حاجه ديال قشاوش عاشوره كيمشيو تيشريوها. علاش؟ باش انهم كيتسموا. هو راه المغرب اش كيدير؟ المغرب ما كيشريش، المغرب كيتسنى. ما نقولش لكم السر، لا بلادي ما نقولش. المهم هما اي جالوقه بان جديده كذا كيجيهم هذاك الديليغي ديال سميتو ديال الشركه اللي كتصنع الاسلحه، تيقول لهم ها انتم شوفوا هذه راه لا تيريتيها راه المروق ما يبقاش. حتى هو العيق لهم بالقلب، تيقول اش كيقولوا ليه؟ عطيب شحال دايره هذه؟ انتم اول دوله غتشريوها، وهذا الشيء حنايا دايرين اتفاقيات وكذا وهذه، كيجبدوا مساكن من الميزانيه ديال الشعب اللي اصلا ها مراكشيهم كيقلبوا على الغاز وما لقاوش، وكيمشيو كيشدوا داك الغاز كامل تيمشيو يبيعوه باش يمشيو يشريو السلاح. حيت علاش؟ قال لك هما مهددين، الوجود ديالهم على المحك. فاش كتشوف بحال هكا اش بقى لك ما تقول؟ راه بالسيف ما غيشدوا الشعب، غادي يردوهم كالخ. هادشي اللي عطا الله وحق الله، هادشي بزاف. Président, Sa Majesté le roi du Maroc,
سميتو كتشوف الملك ديالنا الله يخليه لينا مهيب، ولي العهد تا هو تيبان لك مهيب، مولاي رشيد الامير مولاي رشيد تا هو كيبان لك مهيب. ملي خداو الهبه خداوها من شوف ترى اللي لبسها دخل بها مهيب بها، دخل بالكلاس، دخل لك بجلابه بالقب، وجلابه بالقب والله تيلبسها شي واحد تيبان بحال شي شبح. واش هو تبارك الله كده العسكري. شوف انا قول هي كلمة خارجة معبورة بلا ما يعبرها هو، هي خارجة معبورة، عارف شنو تيقول. وملي تيقول الكلمة تيكون عندها بزاف ديال الابعاد. وهادشي ما تنقولوش انا، راه تيقولوا فرنسيين كانوا كيوحلوا معاه. تنبقاو نهضروا الجزائر قال لك فرحانين لينا حيت خسرنا، وفرحانين للسنغال حيت ربحوا. تا هما التاج الافريقي بين ارجل محيوس نفس الكمارة، نفس هاد البنوة، راه بنوة هذاك تا قولوا يا عنصري، بنوة سالينا، بنوة الزب حيوس المنحوس. Avant de conclure, c'est le lieu de féliciter le peuple ami et frère du royaume chérifien pour les efforts immenses déployés lors de l'organisation de cette CAN. بزز منك غتقول هكا، بزز منك، حيت داكشي اللي عشوه في المغرب، اللي شفتوه واللي كذا، عمرك ما توصلوا ليه، عمرك ما توصلوا. حتى لو وصلتوا ليه غتلقاونا فدناكم في شي حوايج اخرين، حيت حنا سابقين الزمان، حنا كنسيروا اوروبا. Je félicite l'équipe nationale marocaine pour son parcours remarquable. Au nom du peuple sénégalais. صافي ديتو الكاس، سير الله يعاونكم. قال لك الدول العربيه اعلى مؤشر الديمقراطيه. هانتي تصدروا المغرب، هانتي راه ما قلناش حنايا، راه الجزيره كتضل طبل لكم ليل ونهار. هانتي يتصدر المغرب وتونس قائمه العربيه على مؤشر الديمقراطيه، في حين تصنف اغلب الدول العربيه الاخرى ضمن الانظمه السلطويه. صافي شوف الجزيره، ولا ما تقول لي الجزيره تتميل لينا، هاي جزيره هادي خرجت هادشي. الحمد لله بلادنا راه فيها الديمقراطيه. محدي كنمشي كنصوت، كل مره كيطلع حزب جديد، كل مره كيحزب اللي كيدير، كنعرفوا بان البلاد راه فيها الديمقراطيه. الحمد لله. نتوما راه رئيس واحد كل مره محارب مع واحد و99% زعما الشعب كامل راضي عليه. وهما قبيله لقيناهم كيدير الصف على الحليب والكاز. ودي لي شي حاجه. اسمع قال لك السنغال وزامبيا عام 2015 حادث المنشفه والسحر الاسود. هانت السحر ما كنقولوش غير حنايا، راه هما فاهمين بعضياتهم. هانت راه عوازه مع بعضياتهم وعارفين بعضياتهم راه كيديروا السحر. هانت راه شغل يكبتوا على واحد الفوطان. C'est peut-être une surface d'arrêté qui pourront tenter de revenir dans ce match. ترى ما شافوا راه جايبين معاهم تما شي حاشاكم شي كلب تما دايرين فيه السحور وخاشينو في برا. ترى انا راه اش كنت كنقول انا كنت كنقول ديما شوف افريقيا مظلومه. انا كنت ديما تنقولها افريقيا مظلومه.
علاش اوروبا ما تيخليوش اللعابه يجيو، وهما راه عارفين بان هاد كاس افريقيا راه غير كتعطل لهم الدوري تشامبيونز ليغ. اللعابه اللي كيكونوا مثلا محترفين افارقه محترفين في اوروبا غير كيتعطلوا، تترول لهم القضيه كذا التوقيت ما هواش كذا داكشي، كيبقاو شنو ندير ما شنو ندير. عارفين بان شنو كاين، عارفين هذا الشيء راه فيه الكواليس، عارفين فيه التحكيم راه لا علاقه. شو دوك الحكام ديال افريقيا كاملين واش كيقال واودي واش حتى الفصاله ما عنده ديال الحكم. وشو صاحبي الاوروبيين اصاحبي كي دايرين تيبان لك مقدر اربيط هكا وصارم وداخل كذا وخي غلط تيبقى يخرج عينيه. هذا دغيا غندير تيتفتف باغي يصفر ما باغيش يصفر. والله بزاف هادشي. اتا الحسن الثاني الله يرحمه شتي كيفاش مهيب، وشوف محمد السادس والله يخليه لينا والله يشافيه. T'imagines, t'es à la bourre, ta photo historique, c'est toi avec Arlène Désir et Annick Girardin. Eh ben tant pis pour toi. T'avais qu'à pas être à la bourre, t'auras ta photo avec Annick Girardin. Et c'est ce qui est arrivé à Vladimir Poutine, qui a quand même été accueilli par Arlène Désir et Annick Girardin. C'est aussi arrivé au Premier ministre croate, qui avait qu'à pas être à la bourre, le croate. Mais tu peux être à la bourre et avoir ton petit caractère. Comme Mohamed VI, le roi du Maroc, qui lui ne veut pas sa photo avec Annick Girardin. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben tu arrêtes ta bagnole et tu n'avances plus. En gros, tu fais la grève. ما هبطش شوف لكل ذي مقام مقال. هانت شوف انا مالك ماشي غتصيفط ليا واحد تفلي هذيك راه كتقزمني راه كتردني انايا صغير راه كتشدني كدير ليا انت راك غيها. انا ما ديرش، انا عارف شنو ندير. Arlène Désir et Annick Girardin attendent, ils se retournent, ils se demandent ce qui se passe. Un chargé du protocole déboule et leur dit avec un sourire: traduction, t'es pas assez bien pour le roi du Maroc. Résultat, 2 minutes plus tard. هذه راه ما قلتش لا انا لا قنوات مغربيه اللي تقول لهم نطبلوا ولا كنديروا هذه. حتى شوف كلشي راه Il se recule. François Hollande arrive avec Ban Ki-moon. عرفتي منين جابوا من الداخل من شي اجتماع واقيلا خرجوا. جبت لي انا واحد راه المملكه راه مالك معاك هذا بامكاني ما نجيش. Et la voiture est réparée. Le roi du Maroc aura sa photo historique sans Arlène Désir et sans Annick Girardin. Quand on vous dit que tout est égaux à l'intérieur. صافي غتعامل معايا غنتعامل معاك. ها اللي كنهضروا عليه. بلادك هاي وسط المغرب شوف كي دارت لها خشات لها كلاك ديريكت للوجه. لا هنا إصابة كاتيا أمرابط، لكن معارك كروية واندفاع كبير جدا. لا بغيت ندخل ترى بزاف اصاحبي ترى بزاف تقول لي حتى عنصريه ترى خاص مو ماشي العنصريه راه خاص مو بلادنا نبنوها بالعلم، وعلى هذا الاساس درت منحه البطاله. بلادنا دابا بغا يبنيها بالعلم دار له منحه البطاله. هو فهمتي هو تغلطت ليه منحه الطلبه مع البطاله. مو فاش ما خرجات السيتبون عطيهم تا عطيهم تقشر فاش ما خرجات نبنوها بالعلم، وعلى هذا الاساس درت منحه البطاله. يا الناس كيديروا منحه للطلبه وكيعطيو مثلا منحه للجامعات ديال البحث العلمي باش انك مثلا تقدر تختار عندنا شي لعيبه شي هذيك تا هذه هذا ناض عطاها للبطاله والبطاله في هضركم شي يدير بها يمشي يشري بها قرقه بيه وحشيش ولا شي حاجه بحال هكا. بلادنا نبنوها بالعلم. سير تبدو سير فهمتي. ماما الخوت
حد هنايا ونحبسوا ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تبخلوش هنا كما قلت لكم بواحد اللايك وشي اشتراك خفيف كدا هادي، وخليونا باش من اجل الاستمراريه، من اجل الاستمراريه فقط لا غير.